هو هذا هو السؤال المحوري، وهذا هو يعني قلب الحدث بالنسبة للبث الإذاعي الآن. لابد أن نواكب وأن نسير هذه التكنولوجيات في الإعلام العمومي، لأنه في الحقيقة جوهر الإذاعة كان الصوت، جوهر الوكالات كان المكتوب، كانت النص البرقية. لكن لابد اليوم أن نتابع ونواكب هذه التطورات التكنولوجية. مثلا في وكالة تونس فريق الأنباء أدرجنا خدمات جديدة تتعلق بالملتي ميديا، قريب من البودكاست، قريب من الاستوديو التلفزيوني. نفس الشيء بالنسبة للإذاعة، لابد أن تسير. في الحقيقة هو من حسن الحظ أن الإذاعة التونسية بمختلف قنواتها يعني سايرت هذا التطور وهي في النهج الصحيح. هذا من أجل تطبيق قاعدة القرب، لأنه الإذاعة تشتغل على القرب بالأساس، وهي قريبة من المشاهدين من المستمعين أيضا. هنا لابد أنه نزيدوا نطوروا هذا المجال عبر هيكلة خدمات الويب في الإذاعات، عبر التكوين، عبر مزيد الانتشار، لأنه كما قلت ليس هو خيار بل هو حتمية الآن، يعني الانخراط في هذا التطور التكنولوجي ومسايرة هذا التطور التكنولوجي. لأنه المشاهد المستمع صحيح أنه ربما الخصوصية نتاع المقدم الإذاعي كانت قبل الصوت. نحب الآن ماذا بيه يشوف شكون المقدم في نهاية الأمر. الصورة أتاحت له مشاهدة المقدم وهو أثناء البث، وهو يعني كيف يتعامل مع الضيوف وكذا. وهذا يفترض أيضا أنه المقدم يتوائم مع التقنيات التلفزيونية في نهاية الأمر، ويتقن هذه التقنيات التلفزيونية في التعامل مع الكاميرا دون فقدان خصوصية الإذاعة. يعني لا نركز كثيرا على الكاميرا، لكن نعرف كيفية التعامل مع الكاميرا حضورا ولباسا وشكلا وتقديما، ودون الحياد عن الجوهر الرئيسي وهو التلقائية أمام المسرح. الإذاعة التونسية قدرت أنها في الحقيقة تلتحق بهذا الركب، ونشوف احنا مثلا في صفحة الإذاعة التونسية مواكبة لكل التطورات في نهاية الأمر. فقط لابد من تغيير طريقة التعامل، تكوين الصحفيين، تكوين المشرفين على مصالح الويب عبر هيكلة هذه الإدارات لتصبح إدارات خاصة بالإنتاج الحديث بالإعلام الجديد، لأنه هذاك هو المستقبل في نهاية الأمر. إذن الرهانات المطروحة أمام الإذاعة التونسية في الحقيقة هي رهانات متعددة. أولها التدريب، توفير الإمكانيات اللازمة للمرور نحو العالم الرقمي. في الحقيقة الإذاعة التونسية لديها خلية إنتاج رقمي وبودكاست، وهي انطلقت مبكرا في مسألة الإنتاج الرقمي كما ذكرت منذ نهاية التسعينات وأول الألفية الثانية. ولكن المسألة يجب أن تكون أكبر من خلية، يجب أن تكون هناك استراتيجية كاملة للإنتاج الرقمي بالإذاعة التونسية، قوامها التخصص، قوامها التدريب، قوامها توفير الإمكانيات اللازمة، وقوامها الدعم الكامل لهذا التوجه، من دراسة الجماهير إلى مسألة الفئات المستهدفة والتخصص خاصة نحو البودكاست ونحو البرامج الموجهة للشباب. لأنه الشباب اليوم يتابع المضامين الإعلامية من خلال الهواتف الجوالة، من خلال الحاسوب، وعديد المحامل الأخرى المتعددة والمتنوعة. يجب أن نبحث في هذه المحامل المتنوعة، يجب أن ننخرط فيها، ويجب أن نواكب التطورات في هذا المجال، وإلا فإن الركب سيفوت حتما.